مفيش شك ان الزمالك محتاج راس حربة ضروري جدا جدا من اجل منافسات الموسم القادم. الزمالك الموسم القادم عايز ينافس على الدوري والكونفدراليه والكاس، وعايز سوبر افريقي وفي ليله كبيره. احد المهاجمين فري، في كلام كبير ان في ناس بتعرضه على الزمالك. هل الزمالك يقدر يخلص فيه؟ تعال نروح كده نشوف مين هو، اعمل اكسبلور ويلا بينا. المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب نادي الشارقة الاماراتي اللي عقده انتهى مع الفريق ورحل عن الفريق، واللاعب حاليا فري. لعب في بورتو ولعب في الهلال فترة طويلة، ولعب في الشارقة الاماراتي لمدة موسم. لعب ما يقرب من بلس 30 مباراة، جاب ما يقرب من 12 هدف و2 اسيست، عنده 14 مساهمة هدفية في 30 مباراة، عنده 33 سنة. مهاجم قوي، ظهر مع الهلال بشكل اكثر من رائع بعد التدعيمات القويه اللي عملها الهلال. ميتروفيتش ونيمار واللعيبه الكبيره قرروا رحيله، وراح الدوري الاماراتي لعب موسم وقرر الرحيل، وزي ما قلت لكم لعيب فري. طب هل الزمالك هيقدر يتعاقد مع ماريجا؟ ماريجا مرتبه كبير جدا. ماريجا كان مع الشارقة الاماراتي في كلام كبير ان مرتبه كان 3.5 مليون دولار. انت مش عارف تجيب اشرف بن شرقي ب 2.5 تقريبا، حاجه زي كده، هتجيب موسى ماريجا ب 3.5 مليون دولار؟ هتقدر تدفع؟ هل هيجي فري؟ هو فري طبعا. هل هيجي هديه مثلا من احد رجال الاعمال؟ الموضوع صعب شويه، الكلام منتشر بشكل كبير عشان هو فري ومعروض على الزمالك، والبرامج بقى يلا فتره صفقات ويلا نعلي الريتش ويلا نطلع نتكلم. فقال لك ماريجا قريب من الزمالك. انا اشك في الخبر الحقيقه. مهاجم قوي، مهاجم قوي من اللعيبه اللي تحب تشوفهم في الزمالك. احب اشوفه في الزمالك لانه مهاجم قوي جدا، مهاجم كويس. فهيبقى موجود ولا لا؟ اعتقد الامور صعبه جدا جدا. ممكن الزمالك يتجه انه يشوف لعيب صغير في السن والبادجت بتاعه مش كبير. اعتقد ده الاقرب حتى الان في الزمالك، الا لو حد هيتبرع بالصفقه، وبرضه انا اشك في هذا الموضوع لان الراتب بيفرق بشكل كبير جدا جدا. والكلام الاكبر بقى ان هو عنده عرض من نادي الخلود السعودي بمبلغ كبير، فهو اعتقد قد يتجه الى العوده للسعوديه مره تانية. فنادي الخلود بيدفع كويس، هو راجع نادي الخلود طالع وبيفاوض صفقات كتير، فاعتقد ممكن يدفع له رقم كويس. فاعتقد موسى ماريجا هيبقى اقرب لنادي الخلود، الا لو حد هيديله فلوس كامله على الترابيزه ويجيبوا الزمالك. هل ده هيحصل ولا لا؟ اعتقد برضه صعب شويه عشان الناس بس طموحها ما يروحش لبعيد.